اخوان معلومة مؤكدة لا ترقى الى الشك. تكلم الشيخ عن قضية سوريا، الضربة قائمة لا محالة، لكن الضربة مو على مود يقتلون بشار، لا، حتى يقتلون المجاهدين السوريين ويقوون نظام بشار. لحظة 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 لحظة، جاكم التكبير اخوان. اسمع لي الخطة قاسم سليماني، اسمعوها زين وافهموها اللعبة. قاسم سليماني بالضربة راح يفجرون مركز زينب في الشام، على ضوءها راح يصير نفير عام لقتل اهل السنة بالجنوب وبغداد بإشراف وتخطيط وتمويل من الحرس الثوري الإيراني وميليشياتهم في بغداد وفي الجنوب وفي العراق وفي طوق بغداد. احنا نقول لهم إذا سووها هاي الخيم ماكو داعي، ومنصة ماكو داعي، والجواب ما يرون لا ما يسمعون. والله انفع. اسمع زين. لحظة، والله إن فعلوها هذه آخر مسمار في نعشهم. احنا نجي هنا إذا لا قدر الله، اسمعوا سيدنا محمد يقول لا تتمنوا لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاثبتوا. إذن اسمع اخوان، لحظة بعدين جاكم، اسمعوا لي. هي مو هوسات، اسمع علي، لا هوسات ولا عواطف ولا هاي القضايا راد فعل. احنا اذا صار هذا الامر نشيل المنصة هاي، نشيلها ونشيل خيم ونقول لهم الجواب مثل ما قال هارون الرشيد الكلب الروم، الجواب ما ترى لا ما تسمع. احنا مو ضعفاء ولا جبناء، والحلم له حدود والصبر له حدود، ليفهم كل مجرم وكل طائفي وكل قذر والله لنقطع رؤوسهم واحد نعم، كل مجرم يتجاوز على حرمة امرأة او حرمة شخص او اي انسان بعد هذه العملية خلص انتهت كل المهن، والصبر طبع الكيل. اذن خلنا نحكي، اسمع مو وقتها دقيقة، لحظة لا تضيعون السالفة، افهموا علي. شبعنا هوسات وشبعنا اناشيد ويروح مطلوب لنا، لا هذه ما تكفي. الرجال يجب ان يكون لهم موقف، احنا كنا موقف واحد، واللي يسمع دعاة الوطنية الزائفة اللي يخبرون بالوطنية، احنا مو طائفيين، احنا مندافع عن اهلنا وناسنا، احنا وطنيين. اما الطائفي اللي يستعين بايران وبامريكا وغيرها حتى يقتلنا، ليسمعوا المرة الأخيرة، والله هذه المرة لن تذهب سدى، ولن نسمح لا لإيران ولا ميليشياتها أن تتجاوز على طرف طفل من أهل السنة في العراق أو في بغداد أو جنوب أو طوق بغداد. ونقول لهم خلي ينتظرون، يعيدون حساباتهم بعد المرة ألف، لأن الصبر نفذ ولا تحين مندم. والسلام عليكم.